بتبدأ حكايتنا ببنت شابة بتجري في عز التلج بالليل، حافية وميتة من الرعب، ولحد دلوقتي مش فاهمين هي بتهرب من ايه بالظبط. وعلى بعد مسافة بنشوف ذيب بيحاول يهجم على قطيع غنم، بس فجأة بتطلع رصاصة واحدة بتجيبه الأرض في ثانية، وبنعرف إن القناص ده هو كوري لامبرت، وده موظف في حماية الحياة البرية، وباين عليه واخد شغله وحماية الناس هنا بجدية قوي. وبعدها بيعدي على طليقته ويلما، اللي أول ما بتشوفه بتاخد بالها من دم لسه طري على قميصه، وشكل الويك اند في وايمنج بيبدأ بدموية كده. وهو جوه البيت بيقف قدام صورة لبنت تانية وبيسرح فيها شوية، واللحظة دي بتبين إن فيه ورا الراجل ده حكاية قديمة وتقيلة. كوري بيقولها إنه هياخد ابنهم كيسي المحمية عشان يصطادوا نوع تاني من المفترسين، يعني بيقضوا وقت أب وابنه على الطريقة الجبلية. والوقت اللطيف ده بيبدأ بدرس شديد في أمان السلاح، وده بعد ما كيسي وجه البندقية ناحية أبوه. عيال اليومين دول ما بيهزروش خالص، وقبل ما يمشوا ويلما بتفكروا بمصاريف الواد اللي لسه ما دفعهاش، يعني حتى في آخر الدنيا المصاريف والديون وراك. وبعد كلامهم بيركبوا العربية وبيطلعوا على محمية ويند ريفر عشان يبدأوا يدوروا على اللي بيدوروا عليه. وأول ما بيوصلوا في صاحب مزرعة اسمه دان بيحذر كوري إن في تور ناقص عنده، وشاكك إن في أسد جبري هو اللي عمله القلق ده، وبياخده من إيده يوريه شوية آثار أقدام في الأرض عشان كوري يشوف شغله ويفحصها. وهو بيلف في وسط التلج كوري بيلاقي جثة التور، وبيعرف فوراً إن اللي عمل كده فعلاً أسد جبلي، وبيحدد كمان إنها ومعاها شبلين. وبصراحة كوري عنده مهارة في تتبع الأثر تخلي أمهر كلب حراسة يغير منه. وعشان الحيوانات دي خلاص استطعمت طعم المواشي بيقرر إنه لازم يخلص عليهم عشان ما يكرروهاش تاني. بس وهو بيدور بياخد باله من بقع دم لسه طازة على التلج، والدم ده مش بتاع تور خالص. كوري بيلبس لبس التمويه الأبيض بتاعه عشان يختفي وسط التلج، والموضوع هنا بيبدأ ياخد سكة تانية خالص. وشوية وبيلاقي بقعة دم كبيرة قوي في مكان كان فيه حد مرمي فيه بس ما بقاش موجود، فبيقرر يمشي ورا أثار الرجلان اللي واخدة الطريق وداخلة في عمق الغابة. وهناك بيلاقي جثة بنت شابة متلجة، وساعتها بيفهم إن الجبل ما بقاش فيه حيوانات مفترسة بس ده فيه وحوش تانية. وبيبص في وشها وبيدرك إن الموضوع مش مجرد صدفة، والمنظر بيبقى تقيل قوي عليه وصعب يتحمله. كوري بيفك جاكيته وهو بيحاول يستوعب المصيبة اللي لقاها، لأن وجود جثة في مكان زي ده بيقلب الموازين كلها. وبما إن الجبل ملوش أي شبكة موبايل بيمسك اللاسلكي بتاعه عشان يبلغ عن الحالة الطارئة دي. وبعد شوية بين ودان بيتكلموا عن إن ال FBI محبوسين في الزحمة، وده لأن الطرق هناك متبهدلة ورايحة في داهية. كوري بيبقى عايز يتتبع القاتل قبل ما التلج يغطي الأدلة، بس بين بيكتمه وبيرفض الفكرة دي فوراً. بيبص بصة أخيرة وبيتأكد إن البنت دي هي ناتالي. وفي الآخر ال FBI بيوصلوا وسط عاصفة مش شايفين فيها قدامهم. يا سلام على المشوار الرايق في الجو ده. العميلة جين بانر بتعرف نفسها للشرطة المحلية، ومن الواضح إنها جاية من مكان بعيد قوي عن مكتبها. وبعد بصة سريعة على لبسها كوري بيحذرها إن لبس الموضة ده مش هيحميها من التلج اللي هيموتها، وعشان كده في ست كبيرة بتدخل وبتديلها هدوم حرارية بجد عشان تنفعها في الطلعة دي، وبتقولها إن الهدوم دي بتاعت حفيدتها، وبتأكد عليها إنها لازم ترجعها تاني. وفي صورة قريبة بتبين البنت اللي كانت بتلبس الهدوم دي وهو بيجهز عشان يمشي. كوري بيوعد ابنه إنه هيرجع بعد كام ساعة بس، وطبعا دي الكلمة اللي بتبدأ بيها الكوارث. وبعدها بيطلع هو وجين على موتوسيكلات التلج وسط الغابة عشان يوصلوا لمكان الجثة. بيوصلوا لمكان الجريمة، وهناك بيبقى الفريق بدأ خلاص يأمن المنطقة كلها. بيعرف الجثة وبيأكد إنها ناتالي هانسون، وساعتها الكل بيبدأ يستوعب الصدمة بجد. وجين بتعرف إنه ناتالي كانت ساكنة على بعد نص ساعة بالعربية، يعني أكيد هي ما جرتش من بيتها، ولازم يكون فيه مكان تاني قريب جريت منه. وبتطلب فحص اعتداء وتحليل جنائي لكل متعلقتها، إجراءات طبيعية في موقف زي الكابوس ده. وبعد المعاينة المبدئية
بتعلن رسميا إن الموضوع ده فيه جريمة قتل. وبعدها بتسأل كوري لو في أي مباني قريبة البنت دي ممكن تكون كانت بتهرب منها. بيقولها إن أقرب بيت على بعد أكتر من 5 كيلو، ودي مسافة جرى خرافية في وسط التلج ده. وبيجيب سيرة بريمة حفر موجودة على بعد 5 ميل من هنا، بس بيقول إنها مقفولة دلوقتي عشان موسم الشتاء وكده. وجين بتاخد بالها إن ناتالي كانت حافية، وده بيخلي مشوارها الطويل في التلج ده يقلق ويشكك أكتر. ساعتها كوري بيشرح لها إن آثار صوابع رجلها الغرزة في الأرض بتأكد إنها كانت بتهرب عشان تعيش، يعني البنت دي ما كانتش بتتمشى خالص. وبيوصف لها بقى إن الجري في درجة حرارة تحت الصفر بيخلي الرئة تتجمد وتتملي دم. بصراحة الطبيعة هناك مرعبة، يعني من الآخر هي غرقت في دمها بعد ما رئتها انفجرت من كتر المجهود والبرد اللي ما يتحملوش بشر. وبيقول لجين إن ناتالي كانت عفريتة ومحاربة، وشكلها جريت مسافة أبعد بكتير من اللي أي حد طبيعي يتخيله. وجين بتتبهر بخبرته في المنطقة، وعشان كده بتطلب منه يساعدها في التحقيق الرسمي بتاع القضية دي. بس بين يفكروا إنه وراه شغل أصلاً، وهو إنه يصطاد الأسود الجبلية اللي متبهدلة المواشي بتاعت الناس هناك. وهو بيشوف نفسه مجرد صياد، وظيفته بس إنه يخلص على أي حيوان مفترس بيأذي غيره. ومن هنا جيم بتطلب منه يساعدها عشان يصطادوا الحيوان البشري اللي كان السبب في موت البنت الغلبانة دي. وبعد شوية بنشوفه بيبدأ يجهز عدته وبندقيته في البيت عشان الطلعة اللي جاية. أهو جه وقت الشغل بجد، وبيقعد يجهز الرصاص بنفسه بكل دقة، بيقيس البارود ويوزن الطلقات وكأنه بيعمل عملية جراحية. وهو شغال بيعمر السلاح على المكتب، بتحس إن فيه جو تقيل وهدوء مرعب بدأ يسيطر على البيت كله. وفجأة كيسي بيدخل عليه الأوضة بعد ما شاف كابوس، والظاهر كده إن البلد كلها أعصابها تعبانة. والولد بيسألوا عن البنت اللي لقوها في التلج، وكأنه حاسس إن شغل أبوه المرة دي داخل في سكة ضلمة. وكوري بيأكد له إنها ماتت بنفس طريقة إيميلي، والربط ده بيخلينا نحس إن المأساة دي وراها موال كبير وقصة بتتكرر. وفي نفس الوقت ده جين بتقابل بين في المركز الطبي عشان تلاقي إجابات لأي حاجة من اللي بتحصل، وهو بيشرح لها إن محدش بلغ عن اختفائها عشان الكل افتكرها مسافرة مع صاحبها، تفكير أقاليم بقى وكده. وبعدها على طول بتروح تقابل راندي الدكتور الشرعي عشان تشوف الأدلة والتقرير الرسمي. وراندي بيبدأ يفرز لها الإصابات اللي في جسمها، ويوصف لها حالة التجمد الصعبة اللي البنت كانت فيها، وبيسجل كمان أدلة واضحة إن فيه اعتداء حصل، وبيبحث عينة DNA للمعمل عشان تتفحص. والموضوع كده شكله بيتعقد والحكاية بتسود أكتر وأكتر. وبعد الكشف الدكتور بيعرف إن سبب الوفاة هو نزيف حاد في الرئة، وده حصل بسبب استنشاق هواء تلج تحت الصفر. بس جيم بتصمم إن الوفاة لازم تتسجل رسمي كحالة قتل عمد، وده علشان تضمن إن التحقيق يفضل شغال وما يقفلش الملف. وبتبدأ تفهمه إن ال FBI مش هتبعت قوة كاملة وتتحرك إلا لو اتأكدوا إنها جريمة قتل، يعني طول ما مفيش جثة مفيش أي دعم هيوصلهم. وبعدها راندي بيوضح ليهم إن قضية الاعتداء دي أصلاً من اختصاص مكتب شؤون الهنود، مش تبعهم هم خالص. وبعدها بتقول لبين إن مديرها غالباً هيرجعها تاني لاس فيغاس أول ما تخلص التقرير ده وتبعته، وبتقول له إنها ممكن ما تكونش مفيدة قوي، بس بتفكروا إنها حرفياً المساعدة الحكومية الوحيدة اللي قدامه دلوقتي. وبدل ما يقعدوا يستنوا الروتين والإجراءات تخلص بيقرروا يروحوا لمارتن هانسن عشان يدردشوا معاه ويسألوه عن بنته وصاحبها. وبنلاقي مارتن بيرد عليه بلغة الأراباهو، وهنا بين بيضطر يترجم كلامه وبيوضح إن المقابلة دي مفيش فيها أي ترحيب خالص. وبنلاقي الأب اللي قلبه محروق بينتقد إزاي الغربة بيحبوا يحدفوا الناس بالكلام، وبيبين ندمه الشديد إنه وثق في بنته أصلاً. وبسرعة جين بتسأل ناتالي لو كانت كلمت مامتها، وبتطلب منها تقابل آني لأنها بجد بتحاول تدور على أي طرف خيط يوصلها للحقيقة. بس أول ما بتفتح باب الأوضة بتتفاجئ بآني وهي بتقطع في دراعاتها، وكانت في حالة انهيار تام وحزن بيقطع القلب. وفجأة بتترعب وبتقفل الباب بسرعة وبتحط إيدها على بقها من الصدمة. أصل في حاجات بجد لما بتتشاف
ما بينفعش تتنسي، وبنلاقيها واقفة في الطرقة وباين عليها القلق والتوتر جدا، والرجالة قاعدين في الصالة وعينهم عليها، والكل حاسس إن الجو مشحون وتقيل قوي في اللحظة دي. وفجأة كوري بيوصل عند بيت عائلة هانسن وبيخبط على الباب علشان يقف جنبهم ويشوف لو محتاجين أي حاجة، وبيكابل مارتن كوري على تراس، وساعتها بياخدوا بعض بالحضن في سكوت تام، وهم شايلين وجع وحزن كبير قوي في قلبهم. وبعد شوية بنشوف جين وهي خارجة من البيت ووشها مخطوف ومصدومة من المصيبة اللي شافتها جوه، وبيقعد كوري مع مارتن وبيقول له إن وجع فراق الضنا مش بيخف أبدا، ومهما عدا عليه وقت هيفضل يحس بنفس الوجع، وكأن الموضوع لسه حاصل دلوقتي. He mentions attending a grief seminar in Casper because he desperately wanted that feeling to just go away. وبعدها فيه استشاري قالوا إنه عمره ما هيرجع زي الأول أبدا، والحقيقة دي هي اللي بقيت ماشية حياته كلها دلوقتي، وبيفهمه إن الطريقة الوحيدة اللي تخليه يشوف بنته في خياله هي إنه يرضى بالوجع ده ويقبله كجزء من حياته. وعلشان لما يعمل كده يقدر يفتكر الحب اللي بنته سابته له، بدل ما يفضل فاكر بس الطريقة البشعة اللي ماتت بيها، وبيشجعه إنه يستحمل الألم علشان يخلي ذكراها عايشة جواه، لأن ده بصراحة هو كل اللي فاضل له منها. بس مارتن بيرد عليه بمنتهى اليأس وبيقول له إنه خلاص تعب من الصراع مع دنيا، مش بتعمل حاجة غير إنها بتاخد منه، وبيقول إن ابنه بقى عايش مع شلة ليتل فيذر، وإنه متوقع يطلعوا لاقيينه متورط في الموضوع ده بشكل أو بآخر. وهنا كوري بيفكروا إنه في الأصل صياد، يعني بيفهم في الأصول، وفيه ديون ما بتتسددش غير هناك في وسط الغابة. وساعتها مارتن بيطلب منه يخلص على اللي عمل كده في مكانه من غير محاكم ولا محاميين، هي دي شريعة الغاب. وفجأة العربيات بتوصل لبيت خشبي مقطوع في وسط الثلج، وهو ده المكان اللي شاكين إن المتهمين مستخبيين فيه، وبين بيحذر جين من الرجالة اللي جوه لأنهم شياطين، يعني الموضوع مش مجرد قعدة صلح عائلية خالص، وبيفهمها إنهم لوحدهم تماما ومفيش أي أمل في قوات دعم تجيلهم في المكان المهجور اللي كله تلج ده. وفي نفس الوقت وهم بيقربوا كوري بيفضل بعيد شوية وبيراقب البيت من بعيد بالمنظار بتاعه، وبعدها بين بيبدأ يخبط بجد على باب الكرفان، وطبعا احنا عارفين ان دي اللحظة اللي الدنيا بتبوظ فيها دايما. بيفتح واحد اسمه سام وبيتكلم مع الشرطة بتناكة وقرف، كأنهم يعني جايين يعطلوه وهو بيتغدى، وجين بتقوله إنها من المباحث الفيدرالية وبتسأله لو كان شارب حاجة، وده واضح جدا أصلا من منظره اللي يقطع الخلف. وفجأة سام بيرش عليهم مادة غريبة وبيرزع الباب في وشهم، وكأنه بيقول للأستاذة جين أهلا بيكي في منطقتنا. وساعتها كوري بيجري بسرعة ناحية ظهر الكرفان، بينما جين وبين بيصوتوا من كتر الوجع اللي سببه الرش ده، وبيقدر كوري يمسك اتنين وهم بيهربوا وبيرزعهم بكوريك التلج. أهو ده بقى اللي بيسموه استقبال سائع بجد. ورغم إن عينيها مش شايفة كويس، جين بتدخل الكرفان وهي مجهزة سلاحها وبتحاول تدور على المتهم اللي فاضل، وفجأة بتسمع صوت في الضلمة جوه، فبتقوم ضربة نار بالبركة كده ناحية الخيال اللي ظهر قدامها، وفي الآخر جين بتلاقي المتهم وهو مستخبي في أوضة ورا، وبتقوم مثبتاه بالسلاح ومن شفة ريقه، وبيدخل بين عليها في الآخر، وببساطة بيقولها إن الوقت خلص ولازم يمشوا من المكان ده حالا. وبره بيعرف إن المتهمين اللي اتمسكوا هم تشيب هانسن وفرانك ووكر، وبنكتشف إن المكالمة كانت جاية من جوه البيت نفسه، وبتبدأ جين تستجوب تشيب عن علاقة أخته بواحد أبيض، وبتتكلم معاها بصيغة الماضي قصده عشان توقعه، وهو بيلقط كلامها بسرعة وبيبدأ ينهار ويسألها بجنون هو إيه اللي حصل لناتالي بالظبط. وبيدخل كوري وبيأكد له إن أخته اتغصبت واتقتلت قريب من هنا، وبكده بيقضي على أي أمل كان باقي عند الولد. والشاب بيبدأ يصرخ من وجعه لما الحقيقة المرة صدمته، وبدأ يستوعب إنه خلاص خسر أخته. وساعتها جين بتقرر تاخد تشيب عشان تحقق معاه، وفي نفس الوقت كوري بيركز كل اهتمامه على الآثار اللي في التلج، وبيشاور على آثار موتوسيكلات تلج ماشية بعيد عن المكان ورايحة
ناحية قمة الجبل العالية، وبتمسك هي المنظار عشان تشوف الطريق اللي بيتكلم عليه، مع إنها مش شايفة أي حاجة ومتهيأ لها إنه مفيش أثر أصلا. بس الصياد بياخد باله إن فيه آثار زحافات خارجة وما رجعتش، وده معناه إن اللي مشي من هنا رجوعه مش مضمون. وهنا جين اعترفت إنها ما بتعرفش تقتفي الأثر، ودي أول كلمة حق تطلع من حد تبع الحكومة النهاردة بصراحة. وعشان كده كوري بيوافق إنه ياخدها وسط التلج والبراري عشان يشوفوا الآثار دي واصلة لحد فين بالظبط. وبعدها هما الاتنين بيتحركوا بالموتوسيكلات وسط التندرة الواسعة اللي ما بترحمش حد. بس بيجي عليه وقت وبيضطر يوقف الموتوسيكل عشان الغابة اللي قدامهم شجرها داخل في بعضه ومستحيل يمشي فيها بعجل. وبيبدأوا يمشوا على رجليهم ناحية الجنوب وهم ماشيين ورا أثر الزحافات اللي داخلة جوه الشجر. وفي وسط التلج بيلاقوا جثة راجل متآكلة، وده معناه إن ناتالي ما كانتش لوحدها في الليلة دي، وجين كان شكلها خلاص هترجع من المنظر البشع ده. وأهو ده حال الطبيعة يا بطلة، أهلا بيكي في الشغل بجد. ولما بيرجعوا المركز كوري بيعرض إنه يقود فريق بحث ويمشوا ورا الطريق اللي لسه فاتحينه دلوقت. وفي الوقت اللي هو بيخطط فيه بين بيقول إنه ناوي يروح يشوف كاميرات المراقبة في محطة البترول اللي قريبة منهم، وبيتكلم عن طريقتهم المستفزة وهما مقبوض عليهم، باين عليهم العند ومش هاممهم الحكومة ولا القانون خالص. جين بتطلب تحليل DNA عشان تربطهم بالجريمة، أصل العلم ملوش دعوة بتناحتهم ولا بطريقتهم البايخة دي. وبترفض تماما إن كوري يحقق مع المتهمين بنفسه، شكلها مش عايزة واحد مدني يعمل فيها الضابط الشرير النهاردة. بس بين بياخده على جنبه بيقوله على ثغرة أمنية في البيت، والموضوع ده باين إنه أهم بكتير مما يتخيلوا. وبعد شوية كوري بيكبر دماغه من القواعد وبيروح عند عربية البوليس اللي فيها تشيب، وبيدخل فيه وش لوش وبيعاتبه على تصرفاته الغلط والطريق اللي اختاره لنفسه ده. وبيحاول الصياد يفهمه قسوة العيشة في الأرض الصعبة دي، بس تشيب ملوش خلق يسمع نصايح من حد، لا وده كمان بيقاوح وبيعايره إنه معرفش يحمي بنته. بصراحة دي جراءة غريبة من واحد ما تكلبش في بوكس بوليس. وطبعا الحركة دي بتخلي كوريكا يفقد أعصابه وبيهدده بجد لما جاب سيرة بنته اللي ماتت، وبيبهدله عشان بيسمم منطقته بالمخدرات وبيخرب بيوت الناس بس عشان يلم قرشين وخلاص. وبيفهمه إن كان قدامه فرص كتير يسيب المكان ده، بس هو اللي اختار يقعد ويضيع نفسه هنا. ومن كتر الضغط تشيب بينهار في الآخر وبيعترف إنه قابل الراجل اللي ناتالي كانت ماشية معاه، وبيحكي إن الصاحب ده شغال فرد أمن في موقع حفر قريب، ودي أول خيط حقيقي يوصلوا له في القضية. وبعد الكلمتين دول كوري بيقعد مع نفسه وبيفكر في غضبه اللي بيحاول كل يوم يدفنه جواه بالعافية. وبعدها بيروح لجين وبن عشان يبلغهم بموضوع الصاحب الغامض اللي شغال في البريمات ده. وساعتها بين بيطلب منه يروح معاهم موقع الحفر تاني يوم الصبح، وكده الصياد بقى شغال معاهم رسمي. ومراته السابقة بتبقى متابعة الموقف وشايفة ان تدويرهم على قاتل ناتالي بيقلب عليهم المواجع بخصوص بنتهم، وبتاخد بالها من التعاون الغريب بين الصياد والمأمور والضابطة الجديدة وهم بيجهزوا لخطوتهم الجاية. وقبل ما يمشوا كوري بيأكد لها إن الموضوع ملوش علاقة ببنتهم إيميلي، مع إن التشابه بين الحالتين بقى واضح جدا. وفي نص الليل جين بتتأكد إن الصاحب الغامض اللي في موقع الحفر ده واحد اسمه مات رايبورن. وفي الوقت اللي هي بتتفرج فيه على صور قديمة للعيلة الصياد بيدخل عليها وبيديها كوباية مية وبيشاور على صورة، وبدأ يكشف الحقيقة المرة وهي إن بنته إيميلي ماتت من 3 سنين. وبيحكي إنه كان بايت هو ومراته في موتيل ليلة واحدة وسابوا إيميلي لوحدها عشان تاخد بالها من أخوها الصغير. بس فجأة البيت اتملى ناس ما يعرفهمش جم عشان يعملوا حفلة، والموضوع وسع منهم وخرج عن السيطرة تماما. وتاني يوم الصبح بتجيله مكالمة مرعبة من ناتالي وبتقوله إن إيميلي اختفت في البرد ده وملهاش أي أثر، وبيبان عليه ندم بياكل في قلبه لأنه وثق في الظروف ولو لمرة واحدة في مكان خطر زي ده. وبعدها بيحذر العميلة إن الأهل ما ينفعش يغمض لهم جفني أبدا عشان الأرض دي
ما بتديش فرص تانية لحد. وبيوصف إزاي راعي غنم لقى جثتها في الآخر على بعد 20 ميل من البيت وهي متجمدة وسط التلج، وحتى تشريح الجثة ما طلعش بأي نتيجة، وده لأن الديابة كانت خلصت على كل حاجة باقية. وجين طبعا اتأثرت جدا بالكلام ده، وبتجري على الحمام تغسل وشها عشان تحاول تتماسك وتجمع نفسها. وهي راجعة في الصالة عينها بتيجي على برواز متعلق على الحيطة وفيه قصيدة مكتوبة، وبتبدأ تقرأ الأبيات دي بصوت عالي، وهو بيحكي لها إن القصيدة دي هي اللي خلت إيميلي تتقبل في منحة كتابة مهمة. وبعدين جيم بترجعنا لموضوع القضية وبتسأله لو الولد قال أي تفاصيل تانية عن صاحب ناتالي، وهنا كوري بيوضح إن تشيب عرف يوصل لاسم الصاحب ده وطلع اسمه مات رايبورن. وساعتها جين بتفهم هو ليه مهتم قوي يوصل للي عمل كده. الموضوع بالنسبة له بقى تصفية حسابات شخصية. وتاني يوم الصبح الفريق كله بيتجمع في القسم عشان يرتبوا خطواتهم الجاية هتبقى ايه. وبيلغ بين رئيس شرطة المحمية إنه ناوي يمشي ورا الآثار اللي لقاها فوق في التلال، وبين بيشرح لهم ليه جابوا قوات إضافية النهاردة عشان اليوم اللي مستنيهم ده. وفي الوقت اللي هو بيدور فيه على الطريق جيم بتخطط تراجع كاميرات المراقبة وتفتش الكرفان بتاع مات، وبتسأل الضابط عن إذن التفتيش. بس في الغابة والمكان المقطوع ده الروتين والورق بيبقوا آخر حاجة بيفكروا فيها. وبعد شوية القافلة بتبدأ رحلتها الطويلة في وسط طبيعة ويومينج القاسية دي. وبمجرد ما بيوصل كوري لنقطة البداية بيجهز الموتوسيكل الجليدي بتاعه وبيمسك بندقية القنص عشان يبدأ رحلة الصيد، وبيبدأ يدور لوحده وبيختفي وسط التلج الأبيض والهدوء اللي مالي الجبال دي كلها. وبيمشي الصياد بحذر وسط الشجر الكثيف وهو بيراقب أي حركة يمين أو شمال، بس إصراره بيجيب نتيجة لما بيلمح آثار رجلين لسه جديدة بينه وسط التلج الغريق. وبينزل من على الموتوسيكل عشان يمشي ورا الأثر ده كعب داير ومجهز سلاحه لأي حاجة ممكن تطلع له. وفي نفس الوقت ده جين وبقية فريق الشرطة بيوصلوا لمحطة الحفر الصناعية وبيقفوا قدام الكرفانات، ومفيش أي صوت مسموع هناك غير دوشة المكن التقيل وبس. وبيروحوا ناحية المكتب الرئيسي عشان يواجهوا أمن الموقع ويفهموا منهم الحكاية. ولما بتسأل عن مات واحد من الحراس اسمه كيرتس بيقولها إنه اختفى بعد خناقة كبيرة مع صاحبته. بس جين بتلاحظ جروح جديدة على وشوش الرجالة وهم بيتحججوا إن فروع الشجر هي اللي عملت فيهم كده، وبتطلب تشوف المكان اللي مات كان عايش فيه. فالحراس بيوافقوا بتقل دم إنهم يودوها الكرفان بتاعه. وفوق في الغابة كوري بيلاقي عارين أسود الجبل اللي كان بيدور عليها من الأول، وبيسمع زمجرة واطية جاية من جوه العارين، فبيرفع سلاحه وهو عارف إنه مش لوحده في المكان ده خالص. وفجأة بيلمح آثار موتوسيكل جليدي قريبة، وده معناه إن فيه بشر هنا والموضوع ملوش علاقة بالحيوانات خالص. وبعد ما بيطلع على حتة عالية بيبدأ يراقب موقع الحفر بالمنظار عشان يربط الأحداث ويفهم إيه اللي بيحصل تحت. وتحت في المعسكر جيم بتبدأ تشك لما كيرتس بيغلط ويقول اسم الضحية رغم إن الشرطة ما قالتش الاسم ده لأي حد. وإيفان بياخد باله إن الحراس بيحاوطوا فريق الشرطة من كذا ناحية، والجو كده بيبدأ يقلب بجد وشكله مش هيعدي على خير. وساعتها الدنيا بتولع وكل فريق بيطلع سلاحه وبيبدأوا يزعقوا لبعض، يعني خلاص مفيش تفاهم ولا أدب. وجين بتثبت في مكانها بصفتها عميلة في المخابرات وبتقول لهم إنهم في أرض حكومية ومن مصلحتهم ينزلوا السلاح ده، وبتفضل تزعق وتؤمر الكل يسيب سلاحه قبل ما حد يتهور ويعمل مصيبة مفيش رجوع فيها. وفي الآخر الحراس بيبدأوا ينزلوا سلاحهم ويحطوه في مكانه، بس يعني تحس إن ده مجرد هدنة مؤقتة مش أكتر، والموضوع لسه مخلصش. بس إيفان لسه متنرفز ومش طايق نفسه، وعشان كده جين بتضطر تهدده إنها هتحبسه عشان بس يرضى يحط طبنجته في الجراب بتاعها. وبعد شد وجذب بيبدأ يهدى ويرجع لورا، بس بيفضل يأكد لجين إنها مش شايفة الخطر اللي واقف قدام عينيهم بالظبط، وهي بتصمم إنها تدخل تشوف المقطورة دي فيها إيه. وفي نفس الوقت كوري بيجري بأقصى سرعة عشان يوصل ويلحق الموقف، وبيحاول يكلم الشريف في اللاسلكي عشان ينبهه، بس مفيش فايدة.
ما بيسمعش غير وش وخرويشة وبس، وهو حاسس إن الدنيا هتخرب والجو هيقلب ضرب نار. فبيطلع القناصة بتاعته من الشنطة. أصل بصراحة الحذر واجب في المواقف دي. ودلوقتي بنرجع بالزمن شوية لأيام أحسن، وبنشوف مات ريبورن وهو بيسمع خبط فجأة على باب بيته، وبتطلع ناتالي هي اللي على الباب، ولقاهم. ده بيبين قد إيه اللحظة دي كانت غالية، وقد إيه اللي ضاع وسط التلج ده كان كبير قوي. وبيقعدوا مع بعض في لحظة هادية وكله تمام، وهم مش واخدين بالهم خالص إن وقتهم بيخلص والسكينة هتتسحب منهم. وفجأة الهدوء ده كله بيطير لما بيسمعوا صوت موتوسيكلات التلج بتقرب، وده معناه إن باقي الحراس رجعوا بدري عن ميعادهم. ومات بيفهم إن الرجالة دي رجعت قبل الميعاد بكتير، ونظرة القلق اللي في عينيه بتقول إن الناس اللي شغال معاهم دول مش سهلين خالص. والرجالة بيدخلوا يهجموا عليهم فجأة، وبان على وشوشهم على طول إنهم مش جايين يسلموا ولا يطمنوا عليهم خالص. وبيبدأ بيت يغلس عليهم بكلام وشغل رذالة. باين كده إن شغلانة الحراسة دي بتيجي معاها شهادة في قلة الذوق والتحرش. وبيفضل يضايق في ناتالي بأسئلة تقرف، وبيشد في أعصابهم لحد ما خلاص الدنيا هتوصل لمرحلة الانفجار. مات بيفقد أعصابه وبيديله حتة بنية في وشه بتجيبه الأرض. وساعتها باقي الحراس بيتلموا عليه مرة واحدة وبيسحلوه من على السرير ويكتفوه في الأرض قبل ما يلحق يضرب حد تاني. وناتالي بتحاول تتدخل عشان تلحق مات، بس بيت بيقوم ضربها بالقلم على وشها عشان يبعدها ويخلص عليها. والحراس بيمسكوها ويبدأوا يعتدوا عليها بوحشية. وهنا بيبان حقيقتهم الوسخة، إنهم أوحش ناس موجودين في الجبل ده كله. وبالعافية بتقدر تهرب من الكرفان وتختفي وسط الليل والتلج اللي بيقطع النفس ده. وفجأة بنرجع للوقت الحاضر، وجين بانر بتخبط على نفس باب الكرفان ده، وهي طبعا مش عارفة ايه المصيبة اللي حصلت جواه. كورتيس بينادي على بيت عشان يفتحوا للشرطة الفيدرالية، وبيحاول يبان هادي وراسي، بس الجو متكهرب ومشدود لآخر درجة. بس بين بيحس إن في فخ وبيصرخ في جين عشان ترجع لورا بسرعة. وفي ثانية الحرس بيفتحوا النار من ورا الباب، والكلام بيتحول لمعركة ضرب نار وعشوائية مفيش. بعدها جين بتتصاب وبتقع في التلج، وأهو بنكتشف إن الجاكيت الخفيف اللي لابساه ده ما بيحملش من الرصاص خالص. ورغم إصابتها لسه مكملة في المواجهة، وبتمسك سلاحها وبتضرب نار وهي واقعة على الأرض. وساعتها كوري بيدخل في الحوار من بعيد وبيصطاد الحرس ببندقيته واحد ورا التاني. وواحد من الحراس بيقف فوق راس جين وبيقعد يتريق عليها وهو فاكر نفسه خلاص كسب المعركة دي. بس طلقة قناص جاية من وسط الشجر بتسكته فجأة، وراحت عليه فرحة الانتصار. باقي الحرس بيجروا يستخبوا في أي حتة، والرصاص نازل عليهم زي المطر من قناص مش شايفينه. رصاص القناص بيخلص بسرعة على أي حد فيهم غبي وواقف في المكشوف. وجوه كرفان قريب. كورتيس ورجالته بيتنفضوا وهم بيحاولوا يعرفوا ضرب النار ده جاي منين بالظبط، بس الحيطان دي ولا ليها لازمة، وفيه رصاصة بتخترق الصاج الخفيف ده وبتوقع واحد منهم. وواحد تاني بيحاول يهرب من الشباك، بس القناص بيجيبه قبل حتى ما رجله تلمس الأرض. وفي وسط الدوشة دي كلها جين بتعرف تضرب لار وهي مستخبية في مكانها، وبتقاوم الوجع الرهيب بتاع إصابتها وبتحاول تكمل، مع إن كل حركة بتعملها بتبقى بطلوها الروح. والهواء اللي بيتلج الصخر ده مخلي كل نفس بتاخده كأنه سكينة بتقطع في صدرها. وأخيرا كوري بيوصل لها وهي في وسط التلج، وبيجهز نفسه عشان يسحبها لمكان أمان، وبسرعة بيشيلها وبيدخل بيها جوه كرفان عشان يبعدها عن ضرب النار اللي مالي المكان. وساعتها بيمددها على الكنبة وبيبقى هيموت من القلق، وهو بيكشف على جروح الرصاص اللي بجسمها. وهنا بيبص على السترة بتاعتها وبيكتشف إن الدرع صد رصاصات كتير. وبصراحة حظها من السما إنها ملبستش مجرد جاكيت خفيف النهاردة. وبعد شوية بيطلع حتة قماشة حمراء عشان يستعملها كضمادة سريعة يربط بيها الجرح، وبيفهمها إنها لازم تضغط جامد على الجرح في الوقت اللي هو بيجهز فيه لخطوته اللي جاية. وجين بتطلب منه جهاز اللاسلكي وبتقوله بجد إنها محتاجة طيارة إسعاف تيجي تنقلها فورا، بس هي كل همها إن الحق يرجع.
وعشان كده بتضغط على كوري إنه يروح يطارد المتهم اللي هرب، وهو بيفهمها بوضوح إنه مش ناوي يرجع الراجل لا حي أصلا، ومن نبرة صوته باين إن الحكم اتنفذ خلاص، وهي بتوافق على كلامه ده وبتديله الأوردر إنه يروح يخلص المهمة للآخر. وفي نفس الوقت ده بيت بيبقى بيجري زي المجنون في وسط غابة التلج وهو ميت من الرعب ومش عارف يثبت رجله على الأرض خالص، والتلوج المغطية المكان محولة هروبه ده لكابوس حقيقي. وفي الآخر بيقع على ركبه وبيبص وراه بخوف لأنه حاسس إن خلاص وقته بيخلص. وبعدها بيت بيضغط على نفسه ويقوم يكمل هروبه اليائس، بس حركته بتبدأ تتقل واحدة واحدة وبيفضل يتكعبل في وسط الشجر وهو مرعوب. وأهو بيكتشف إن الجري في تلج واصل لوسطه مش أحسن تمرين كارديو يعمله، وبعدين بيقع تاني وبيرجع يعافر مع التلج التقيل، وده لأن طاقته بدأت تخلص منه خالص. ورغم إنه هلكان بس بيفضل يزق نفسه وسط الشجر في محاولة أخيرة مفيش منها فايدة. بس الجري ده كله بيقف فجأة لما كوري لامبرت بيظهر له وبيفهمه إنه خلاص مسكه وبيسحله لحد قمة جبل جانت عشان يخليه يتفرج على الصحراء والبرودة اللي تحتهم. وساعتها كوري بيشرح له البرد القاتل فوق القمة، وإن الهواء نفسه بيتحول لسلاح، وبيبقى درس جغرافيا مرعب لواحد واقف من غير جاكيت. وبيت بيبقى هيموت من الرعب وبيترجاه يديله دقيقة يتكلم على أمل إنه يعرف يتفاوض ويهرب من الموقف ده. وبيبص تحت رجليه وفجأة بيكتشف إن الجزمة بتاعته اختفت، ودي في التلج ده معناها حكم بالإعدام حرفيا. وبيحاول يبرر جرايمه ويرمي اللوم على العزلة والجو اللي حواليه، وكأن المكان هو اللي خلاه وحش بالشكل ده. بس كوري طبعا ما بياكلش من الحجج الفارغة دي، وبيفكروا بماضيه المأساوي اللي عاشه في نفس الجبال دي، وبيشترط عليه يقول الحقيقة كاملة ومن غير كذب مقابل فرصة واحدة وصغيرة جدا إنه يفضل عايش. ومع ضغط كوري بيت بينهار خالص وبيعترف بكل حاجة عملها في ناتالي، وكمان بيقر إنه قتل مات ريبيرن. وباعترافه ده بنعرف أخيرا كل التفاصيل السودة اللي حصلت الليلة دي. وعلشان كوري قد كلمته بيقطعله القيود وبيسيبه يروح. وبصراحة كده يعني وريني بقى هتعمل ايه في البرد ده يا بطل. وبيحط له شروطه علشان يوصل للطريق السريع، وهي نفس المسافة المستحيلة اللي ناتالي حاولت تقطعها قبله. وهو واقف فوق راسه والدم مغطيه بيفكروا إن الطبيعة هنا هي اللي بتحكم وهي اللي هتاخد الحق. وبيقول إن ناتالي كانت بطلة بجد بسبب المسافة اللي قدرتها تمشيها لوحدها في الظروف دي. وبيقول لبيت إن قدامه فرصة لو اتحرك دلوقتي، مع إن الاحتمالات بتقول إنه ميت مفيش كلام. وبيقوم بيت على رجليه اللي متلجة وبيسأل يعمل إيه، وهو خلاص استوعب إن سباق الموت بدأ. وساعتها كوري بيضرب طلقة في الهواء كأنه بيعلن بداية وقت النهاية، وبيجري بيت وهو حافي بمنتهى اليأس فوق قمة الجبل الصخرية والوعرة دي، وبيغطس في وسط التلج وبيكتشف بالطريقة الصعبة إن مشوار 10 كيلو متر من غير جزمة دي فكرة سودة ومستحيلة. وبيبدأ الهواء اللي تحت الصفر ده يقطع في ريتيه وهو بيحاول بالعافية ياخد نفسه، وزي ما حصل مع ناتالي بالظبط بيقع في الآخر وبيبصق دم من كتر البرد، وفي النهاية نفسه بيقطع خالص وبيموت لوحده في وسط السحر والتلج ده. وكوري بيفضل يراقب الجثة من بعيد لثواني وبعدها بيلف ويمشي ويسيبه. وبعد شوية وقت بيروح يزور جين في المستشفى وهي بتتعافى من جروحها، وبتحاول تشكره وتقول إنه هو اللي أنقذ حياتها، بس هو بيأكد لها إنها هي اللي بطلة وعملت كل المجهود الصعب ده لوحدها. وبيفهمها إن النجاة في المكان الصعب ده مش ضربة حظ خالص، الموضوع كله في العزيمة وإن الواحد يفضل مكمل وما يستسلمش. وبيقعد يطمنها ويقول لها إنها حاربت بجد عشان تعيش وإنها استاهلت فعلا إنها ترجع لبيتها وأهلها بالسلامة. وساعتها جين بتنهار من العياط وهي بتستوعب أخيرا المشوار المستحيل اللي ناتالي جريته في التلج ليلتها. وبعد ما القضية بتخلص خالص كوري بيروح بيت مارتن هانسن اللي غرقان في وسط التلج، وبيدخل البيت وبينادي على صاحبه، بس الصمت كان مالي المكان
ومفيش أي رد. وبعدين بيلاقي آني في أوضة النوم غرقانة في حالة اكتئاب وحزن شديد ملوش آخر بعد المصيبة اللي حصلت. وهو بيبص من الشباك بيلمح مارتن قاعد لوحده خالص برا في الحوش، ومارتن كان دهن وشه بألوان زرقاء وبيضة وقاعد باصص للفراغ قدامه وتايه في دنيا تانية. وبيروح كوري عنده وبيقعد جنبه على المرجحة من غير ولا كلمة، ومارتن بيفهمه إن ده وش الموت ودي عادة هو اللي ألفها عشان مفيش حد من الكبار عاش يعلمه عاداتهم القديمة. وفي وسط كلامهم الهادي ده مارتن بيحكي له إن شاب كلمه في التليفون لأول مرة من أكتر من سنة، وساعتها كوري بيحاول يريحه بالخبر اللي معاه وبيقول للأب المكلوم إن آخر واحد كان سبب في موت ناتالي خلاص مات وما بقاش ليه وجود، وبيشرح له إن المجرم ده مات وهو بيذل نفسه وبيداري، يعني ولا مات بطل ولا نيلة، خد جزاؤه زي أي حشرة. وبعدها مارتن بيطلب من صاحبه إنه يفضل قاعد معاه شوية كنوع من الوفاء لذكرى بنته اللي راحت، وكوري بيوعده إنه مش هيتحرك وبيسنده بسكوته لأنه مجرب نفس الكابوس ده قبل كده وعارف هو حاسس بإيه. وبيقعدوا هما الاتنين مع بعض على المرجحة والشمس بتبدأ تغيب واليوم بيخلص. وعلى قد ما الحكاية دي خلصت، بس الحقيقة المرة إن الحكومة لسه مش مهتمة بإحصائيات الستات المفقودين من السكان الأصليين، وعشان كده مفيش حد يعرف بالظبط كام واحدة زي ناتالي اختفت وسابوا وراهم فراغ مفيش أي عدل في الدنيا هيقدر يملاه.